السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلاكت شهر رجب لأول مرة نبدأ، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رجب شهر من الأشهر الحرم، شهر كله بركة وكله خير بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو اللي احنا بنتدرب فيه وبنستعد فيه، هو وشهر شعبان للقاء شهر رمضان اللي هو أعظم شهور السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، واللي من خلاله بنتحصل على أجمل عبادة قلبية بفضل الله، ألا وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهي من أعظم أسباب تفريج الكربات وزيادة الأرزاق. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عشان كده عايز من حضراتكم تدخلوا على شهر رجب السنة دي كأنه أول رجب تقابلوه في حياتكم، كأنه أول شهر رجب تعيشوه وتستمتعوا به بفضل الله في حياتكم. عشان كده قلت كلاكت شهر رجب لأول مرة، كأن دي أول مرة يعني نقبل فيها على هذا الشهر الكريم. طبعا هو شهر من الأشهر الحرم، تمام كده؟ فاحنا عايزين نكتر فيه من العبادات، وعايزين نخلصه بقى من الشوائب اللي ممكن نكون بنقع فيها في بعض الأيام أو في بعض السنوات. إن احنا عايزين ندخل على شهر رجب نكون بفضل الله سبحانه وتعالى أولا عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى هيعيننا على العباده وهيتقبلها منا ويجعلها سبب لتفريج الهموم والكربات وسعه الارزاق، وان ربنا سبحانه وتعالى سيزكي قلوبنا وانفسنا ويرزقنا نعمه التقوى ويرزقنا نعمه الخشيه ويرزقنا نعمه التوكل وكمال التوكل الى غير ذلك من العبادات القلبيه. يبقى عندنا حسن ظن بالله قبل ما ندخل على الشهر بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، عايزين نصالح كل من حولنا، عايزين نتصالح ونتصافى مع كل من خاصمناه، وخصوصا ان انتوا حضراتكم عارفين ان بسبب الظروف اللي الناس عايشاها الفترة اللي فاتت كتر الخصام وكتر التشاحن وكتر التقاطع والتدابر والزعل والحزن، يعني حاجات كتيرة جدا كترت. عايزين نصفي كل دوت عشان لما نقبل على شهر شعبان نكون من المغفور لنا بفضل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البيهقي بإسناد حسن، قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع، يعني يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا، يعني يترك المتخاصمين لحد ما يتصالحوا، يفضلوا محرومين من المغفرة لحد ما يتصالحوا ويتصافوا، إلا إذا كان الخصام من أجل الله. واحد مخاصم واحد من اجل انه ينشر عياذا بالله احاديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره مره واثنين وثلاثه وعشره ولم ينتهي فقاطعه، فهنا هذا خصام شرعي ما فيهاش اي مشكله وليس عليه اي وزر، الوزر على الثاني. واحد مخاصم واحد عشان بيبتدع في الدين بينشر عقائد فاسده، فلا مانع من هذا، ولكن في الاول يقدم له النصيحه بكل رحمه ورفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى، والحديثان رواهما الإمام مسلم. يبقى إذن يا حبايبي احنا عايزين نقبل على هذا الشهر بنسيان الخصومات والتصالح مع الناس وبر الوالدين. اللي بيبر أمه وأبوه يزود الجرعة، واللي ما كانش بيبرهم يبرهم، واللي أبوه وأمه ماتوا يحاول بقدر الإمكان يعوض على قد ما يقدر بأنه يكثر لهم من الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية ولو باليسير، ومن الأعمال الصالحة على قد ما يقدر بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين عايزين صلة الأرحام. طب دلوقتي زي ما انت شايف تكاليف المعيشة والحياة والظروف وما فيش مشكلة، صلة الأرحام ولو بمكالمة تليفون ولو برسالة على الواتساب، نطمن على بعض، ندعي لبعض، نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى. هي صلة الرحم مش هتكون إلا يعني بالجاتو والحاجات دي كلها والتورت والكلام ده كله، أبدا، بتكون بالكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة والسؤال والاطمئنان على الناس والدعاء لهم ودعوتهم إلى الله، وإن احنا نذكرهم بالله سبحانه وتعالى. كمان عايزين نعمل ايه؟ كمان عايزين نتصدق ولو صدقات يسيره. منين يا شيخ محمود؟ ده احنا مش لاقيين ناكل. اقول لك بكل بساطه ورب الكعبه، لو عايز تغتني وانت فقير تصدق وانت فقير. ده لغز؟ لا مش لغز والله العظيم. المولى عز وجل يقول: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني لو حضرتك او حضرتك انفقت في سبيل الله لفقير ولا اليتيم ولا الارمله 10 جنيه، ومالك الملك سبحانه وتعالى بيقول لك: وانا الذي ساخلف عليك ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيلوا حضراتكم لو ان مالك من ملوك الدنيا
قال لحضرتك لو سمحت ادي الفقير اللي هناك دوت 10 جنيه وانا اللي هعوضك. هل ملك من ملوك الدنيا هيعوض حضرتك او حضرتك ب 10 جنيه او ب 100 جنيه او ب 1000 جنيه؟ ده راجل ملك بيعطي على قدره، هيعطي مليون 2 مليون، يعطيك عربيه مرسيدس، يعطيك فيلا كده يعني، صح كده؟ ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما انا انفق 10 جنيه فالله هو الذي يعوضني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال 3 اقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من اول حاجات ديت قال ما نقص مال عبد من صدقه. فاحنا لما ننفق ربنا يعوض علينا. طب انا ممكن ما يكونش معايا غير حاجات بسيطه قوي، والله لو كان معاك 2 جنيه تصدق بجنيه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده عرض كثير من المال، ملايين، فتصدق ب100,000، ورجل لم يمتلك إلا درهمين فتصدق بدرهم، يعني تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. يبقى مع كل ده عايزين الصدقات، نكتر من الصدقات على قد ما نقدر. عايزين نكتر من أوراد القرآن، من ذكر الرحمن، الذكر المطلق، نفضل نذكر المولى عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عايزين نكثر من دلالة الناس على الخير، من دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، من الدعاء للعصاة والكفار أن يذوقوا طعم وحلاوة الإيمان وأن يدخلوا في هذا الدين العظيم، وأن ندعوهم بأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا. مش بندعو بالكلام والناس تلاقي أخلاقنا غير كلامنا ومعاملاتنا غير كلامنا، لا، لابد أن يوافق القول العمل. خدتوا بالكم؟ فإذا عايزين ندخل على الشهر رجب كلاكيت رجب لأول مرة، عايزين نملاه بكل أنواع الخير عشان يتقلص الشر اللي احنا عايشين فيه، وعايزين بقدر الإمكان إن احنا ربنا يبارك فيكم ويوسع عليكم إن احنا نتعاهد الفقراء، كل واحد في منطقته، كل واحد مثلا على مستوى أقاربه وأرحامه، يشوف مين الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا ويوصل لهم القدر المستطاع. والله العظيم ربنا هيوسع عليكم. ارحموا ترحموا. اللي عايز يفوز برحمة ربنا يرحم الناس اللي حواليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم. تعاهدوا الفقراء واليتامى والمساكين اللي دلوقتي فعلا مش لاقين اللقمة ياكلوها، فتعاهدوا هؤلاء وتأكدوا أن ربنا سبحانه وتعالى والله سيخلف عليكم خيرا إن شاء الله. يبقى إذن رجب كلاكيت رجب لأول مرة عايزين نعيش بجد روح هذا الشهر الكريم من الأشهر الحرم. كتر من الصيام، من قيام الليل، من ذكر الله، من قراءة القرآن، نسيان الخصومات، التصالح، بر الوالدين، صلة الرحم، الدعوة إلى الله، الصدقة، يعني دعوة الناس إلى هذا الدين والدلالة على الخير إلى غير ذلك من الخيرات. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم لنصرة هذا الدين العظيم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.